ريس عاوزين تقرير المبيعات بتاع الثلاث شهور اللي فاتوا. بعد العيد. يا ريس سمحت، انا معايا بس 3 عملاء اخوات عايزين يخلصوا في شويه شقق من اللي معانا، بس هيدفعوا تقسيط. خلصت تارجتك؟ انا خلصت اهو. حلو الكلام، ههندلها لك بعد العيد. بس دي صفقه ما تتفوتش. يا عم بعد العيد نشوف. بقول لك ايه، مسلسلات السنه دي مولعه، الكتيبه برضو جامد والكبير، اتفرج على الكبير. انا احمد مكي مش بفوته. بس كمان برضو اللي معلي الصفاره احمد امين برضو ما يفوتش. يا ريس لو سمحت، الموظفين اللي جايه تشتغل بعد العيد الاورينتيشن بتاعها مين هيعمله؟ انت قلت ايه؟ بعد العيد. بس يا عم بقى يبقى بعد العيد، اتكل انت على الله. سفاره جامد، بس برضو بتاع يسرا، ليك في يسرا؟ اتفرج على يسرا انت؟ شويه. بس حلو برضو. وبعدين بقى السنه دي في حاجه، المسلسلات 15 حلقه، ايه الجو ده؟ ليك فيه برضو ولا ايه الدنيا؟ على فكرة بعد العيد هيخلص وانت اللي هتتعب. ليه؟ عشان الشغل هيتراكم وهتطبق وانت اللي هترجع تشتكي، والسبب انك كسلت في رمضان واجلت كتير. طب ما جرب تبطل تأجيل واستخدم بومودورو تكنيك. ايه بومودورو تكنيك ده بقى؟ هو انك تخصص 25 دقيقة لتاسك واحدة بعينها، وبعدها تاخد بريك 5 دقايق وتفضل ماشي بنفس النظام، وبعد 4 مرات تاخد بريك نص ساعة. ونصيحتي ليك، شيل جملة بعد العيد بقى من قاموسك خالص، عشان بعد العيد هتقابل ليفل جديد. وبالمناسبة في ابلكيشنز كتير على الموبايل هتساعدك في البومودورو تكنيك، وافتكر دايما ان بعد العيد في ليفل جديد.